بسم الله الرحمن الرحيم. هاقول لك على 4 آيات أنا باستخدمهم في الشغل، بابني عليهم كل حاجة كل سنة، كل سنة بابني على الآيات دي كل حاجة من ساعة ما عرفتهم، والآيات دي هي اللي بتحدد الإطار اللي بيتعمل فيه التخطيط والاستراتيجية والأهداف، كل حاجة بتتعمل داخل الإطار ده، فقُلت أمّا أشاركها معاكم لعلها تنفع، سواء بقى أنت صاحب شركة أو أنت موظف في شركة أو أنت بتشتغل freelance whatever أنت بتشتغل إيه، ممكن الآيات دي تنفعك لو أنت اشتغلت بالآيات دي بيقين، لأن أنت دلوقتي بتاخد من المصدر، بتاخد من ربي، فأنت بتاخد حاجة لأ، أنت دي هتخلّي حياتك في الشغل بالذات هتختلف تمامًا. الآية الأولانية ليها علاقة بالاستراتيجي، لإن طبعًا أنت عشان تشتغل وعشان تنجح لازم تعمل استراتيجية عشان توصل للهدف بتاعك، والاستراتيجية دي هي بتبقى عبارة عن مجموعة من الخطوات بياخدها الشخص عشان يوصل لهدف معين. فالآية بتقول أعوذ بربي السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإن ليس للإنسان إلا ما سعى. آية واضحة وصريحة، مش هتاخد إلا على قد المجهود بتاعك. فأنت هتتحرك جامد وهتحط مجهود وهتحط جودة، أوكي، هو ده اللي أنت هييجي لك، هو ده النتيجة اللي هتيجي لك. أنت قاعد على الكنبة، أنت ماسك الموبايل 18 ساعة في اليوم، أنت هتسكرول في فيديوز، هي دي النتيجة اللي هتيجي لك، ما أعرفش إيه اللي هييجي لك طبعًا. آآ، فطبعًا دي الآية دي بتحدد استراتيجية اللي أنت عايز تتحرك بيها، يعني سعي بجودة، بquality عالية، أوكي؟ الآية اللي بعديها على طول دي آية اليقين، آية الثقة في الفضل. الآية اللي بعديها في سورة النجم، ربي بيقول: "وإن سعيه سوف يُرى." النتيجة جاية منين بقى؟ النتيجة جاية من فوق، مش أنت حطيت وعملت المجهود؟ طيب اتفضل أدي النتيجة، وإن سعيه سوف يُرى، خلّي بالك يُرى، هيتشاف. يعني لو أنت داخل السعي بيقين، الآية اللي بعديها بتقول لك هتشوفه، أوكي؟ بس طبعًا دي علاقة فوق، يعني ما ينفعش تبقى منتظر حاجة من الأسباب، ما ينفعش تبقى فاكر إن ده اللي في إيده خير وده اللي هيجيب لك فلوس وده اللي هيعمل لا، 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 لا خالص، خالص، ما حدش في إيده أي حاجة أصلًا، خالص. كل ده كل اللي حواليك أسباب، وربي هو اللي بيحركها. فكده أنت سعيت ووصلت للنتيجة وإن سعيه سوف يُرى. طبعًا وأنت بتتحرك بقى خلال السنة في الخطة بتاعتك، بتمشي فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. مهمة أوي دي، دي الآية بتاعة القرار، إن أنت بتاخد قرار، والقرار ده يكون فيه عمل صالح وفيه خير حتى لو في شغلك، حتى لو في شغلك، شغلك تقدر تعبد فيه زي ما أنت عايز، ده هو ده دي العبادة بقى، ده العبادة دي، إن أنت وأنت بتشتغل. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يعني بتاخد قرار وبتسيب إيدك، بتسلم أمرك أوكي لربنا، بتتوكل عليه، وبيقول لك ما تقلقش إن الله يحب المتوكلين. وصلت آخر السنة جات لك النتايج زي ما أنت كنت عايز بالضبط، زي ما أنت كنت طالب من ربنا بالضبط، تعمل إيه بقى؟ وأما بنعمة ربك فحدث. تبدأ تطلّع فضل الله بقى اللي جالك ده، تطلّعه في صور كتير بقى، أعمال صالحة، عطاء، علم، أي حاجة. وأما بنعمة ربك فحدِّث، حدِّث، حدِّث مش كلام، حدِّث أفعال، أفعال. أتمنى يكون الفيديو ده مفيد ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.